الآن نمكنهم إحياء ضريط يخرج الحين. الآن بيان صادر ضربونا، بيان صادر عملوا بنا، بيان صادر دعسونا. هذه آخرة المغامرات. يا ملعون القذف أنت وسيدك، يا ملعون القذف أنت وسيدك. هذه آخرة المغامرة بالشعب اليمني. إيران وهي إيران دولة قوية ودولة كذا لم تدخل في مواجهة مباشرة مع الكيان. كم قتلوا يا علماء على إيران خلال المدة السابقة، وكم اغتالوا وكم عملوا الإسرائيليين فيهم، لم يدخلوا في مواجهة شاملة. حزب اللات حسن زميطة وأصحابه دقوهم ليدقوهم دق الكيان، يدقوهم في جنوب لبنان، لم يدخلوا في مواجهة شاملة. وانتوا يا العاطيط ما بش بجحاركم الخر، ما بش بجحاركم الخر، يعني تضحوا بالشعب اليمني، تضروا بالشعب اليمني. إسرائيل ما قصفش القيادة الحوثية، قصف الشعب اليمني، قصف المواطن اليمني. الإيرانيين وهم الإيرانيين يعني عادهم يخافوا على مصالح شعبهم. أنت تروح تغامر وأنت بطيزك المطيط يا حمار، يا كم من سافل. الشعب اليمني ميت جوع، والشعب اليمني يصيح له 10 سنوات يشتوا رواتب، وانتم تخرجوا تقمعوهم، وانتم تخرجوا اي واحد يطالب بحقه ولا يطالب براتبه وتقولوا على منافق، وتقولوا على مع العدوان، وتقولوا على مرتزق، وتقولوا على صهيوني، وتقولوا على كذا. والان تضحوا بمصالح الشعب اليمني. والدبه الان البترول تطلع لها 60-70 الف سوق سوداء، والدبه الغاز ما فيش. تضربوا شريان وحيد للشعب اليمني. اسرائيل مجرمه، إسرائيل مجرمة، ما عاد تجيش تقصفك أنت، هتقصف المصالح المدنية للشعب اليمني. أنتم أطفال، أنتم ما عند أبدكم شرف، ما عند أبدكم شرف. ما تقدر لعطوط ضعيف، لا تصير تتحرش. أنت لعطوط ضعيف، لا تروحش تتحرش وتضحي بشعب. وجاي يقول لي ذا الحين أنتم مع إسرائيل ومع أمريكا، ما احناش مع هؤلاء الكلاب المجرمين. صرت عملت طائرة وصل لكم 8 شهور، جرحتوا الآن إسرائيلي، وهم جاءوا خلال 4 دقائق طحنوا أكبر ميناء في اليمن. الناس اللي يأكلوا كراتين، الناس اللي يأكلوا من القمامة، وانتوا ولا بحسكم. والآن تجي تضحي باليمن. ما دمرش الميناء الإسرائيليين، دمروها الزنوات هوذا.